كل سنة وحضراتكم طيبين. شرف كبير ليا ان ابونا متياس يدعيني ناخد بركة ابو فانا رغم ان احنا ما نستاهلش. وابونا متياس كاهن كله بركة من كل النواحي، ولازم الكاهن اللي كله بركة يختار مواضيع مش عادية، كونوا كاملين، كونوا شاكرين. يا بختيكم بابونا متياس. عايزكم تركزوا معايا كده، احنا مش هنطول بس اهم حاجة نكون هاديين جدا. تمام؟ النهاردة كونوا لا لازم تتفاعلوا معايا. كونوا شاكرين. كونوا شاكرين. لو سألنا بتوع اللغة العربية كن ده فعل أمر. كونوا كلكم، ربنا بيخاطب شعبه كله، بيقول له يا شعبي خليك شاكر. ما جالش لما الحال يبقى حلو ولما يبقى وحش، لما الحال يبقى ضيق ولما تبقى الامور ببحبح معانا، لما يبقى في كورونا ولما يبقى ما فيش كورونا. في كل الاوقات ربنا قال كونوا باستمرار شاكرين. حياة مش لقطة كده في حياة الإنسان. أنا شكرت يوم ما ربنا قعدت 5 سنين ما عنديش ولاد، فأول ما ربنا اداني طفل حسيت إن أنا الشكر طالع من جوايا. ربنا بيقول لنا ودي وصية إنجيلية، كونوا شاكرين باستمرار. هقول لكم الأول كم نقطة كده مهمين، ركزوا معايا فيهم. قديس مارس حاج السورياني يقول كده، عايزكم النقط دي تحطوها في دماغكم عشان احنا هنرجع لها كمان شوية. يقول ليست موهبة بلا عطية إلا التي أخطيت. ليست موهبة بلا زيادة إلا التي بلا شكر. تاني، ليست موهبة بلا زيادة إلا التي بلا شكر. لما ربنا يديني حاجة يبقى اللي عندي ده مش هيعمل مش هيزيد. نشكر ربنا ونبقى باستمرار شاكرين زي ما الكتاب المقدس بيقول. افتكر إحسانات الله علينا. لما ابونا يقول او الشماس يقولوا فلنشكر الرب، وانا افتكر اشكرك يا رب. ايوه فعلا، ده انت سترت عليا في اليوم الفلاني وحشت عني في اليوم الفلاني وكنت مع اسرتي في الموضوع الفلاني وانقذتني من كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى كل ما انا بشكر بفتكر احسانات الله. احسان الله لينا ما بينتهيش. يقول الكتاب المقدس لأن مراحمه جديدة في كل صباح. كل يوم نلاقي إحسانات وإيدين ربنا ممدودة لينا بشكل غريب جدا وعجيب رغم خطايانا. خلي بالكم، إحسانات الله نشعر بمحبته. هنفتكر إحسانات مين؟ الله. ولما نفتكر إحسانات الله هنحس بمحبته لينا. يا رب، يا رغم وأنا خاطي وفي العبر وبعمل كل يوم وانت بتمدلي ايدك بالإحسان. ربنا عمره ما بيبص على الإنسان جوه قلبه أبيض ولا مش أبيض عشان يديله.
او عشان هو ربنا مش محتاج ان احنا نقول له متشكرين، لكن مين اللي محتاج؟ انا محتاج اقول لربنا في كل يوم اشكرك يا رب. بنعيش جوه الكنيسة، والكنيسة بتعلمنا ان احنا في كل مناسبة بتحصل لنا اول كلمة ابونا يقولها صلاة الشكر. لو طفل اتولد وهنعمل له صلاة طشت، ابونا يبدأ بصلاة الشكر. في القداس بصلاة الشكر، في المعمودية نفس الكلام، في سر مسحة المرضى، في الجواز، حتى في الجناز لما حد يروح السماء الكنيسة تقول لنا ايه؟ اشكروا ربنا. تسبح الخدام والشمامسة عارفين كده، يجوا في الهوس التاني يقولوا ايه؟ حافظين اونهي فول، يعني اشكروا الرب لانه طيب وصالح وان الى الابد رحمته. يفضلوا طول الهوس التاني يقولوا ايه؟ اشكروا الرب. الكنيسة بتحوطنا كده وتقول لنا خلي بالكم اوعوا تنسوا في يوم من الايام يعدي ما تشكروش ربنا. كلكم بتحبوه في القداس، امين 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 بموتك يا رب نبشر وبقيامتك المقدسة، ونفضل نقول، وبعد كده نقول ايه؟ نسبحك نباركك نعمل ايه؟ لا بصوت عالي، نشكرك يا رب. نشكرك. الكنيسة محوطانة بكلمة ايه؟ نشكرك يا رب. فلنشكر الله، نشكر ربنا. عايزانا الكنيسة متحوطين بان احنا نشكر الله. حلو خالص. واحد قال ايه؟ قال كده: احساس بعدم الاستحقاق. يعني ايه؟ يعني في ليه ناس كتيرة يبقى معاها وربنا مديها خير ومتذمرة جدا، مش راضية خالص، مش عاجبه اي حاجة. ونسأل خصوصا الجيل الصغير اللي طالع الايام دي، ممكن ابوه يبيع اللي وراه واللي قدامه ويجيب له تليفون، واول ما يمسكه في ايده كده يقول له ايه ده؟ ملوش لازمة، ده صاحبي جايب واحد بكذا، انت مستخسر فيا يا ابويا. وابوي يبقى مقتنع ان هو الواد هيطير من الفرح بالتليفون، بس هو ليه مفيش حاجة عجباه؟ واحنا كلنا ليه اوضاعنا مش عجبانا؟ ليه كل واحد باصص لغيره وبيقول اهو فلان ده ربنا اداله من وسع، لو قلت لك على اصله وفصله وانه ما كانش لاقي وما كانش عنده وما كانش حيلته، وتيجي نفضل نتكلم كتير خالص وفي الاخر نزعل من ربنا. ما عندناش احساس عدم الاستحقاق. الانسان اللي يعرف يشكر ربنا اللي يقول لربنا انا ما استحقش حاجه يا رب، ده لاجل احسانك مش عشان خاطر انا، ما فيش اي حاجه حلوه، لكن نعمتك هي اللي خلتني اعمل كده، رحمتك هي اللي خلتني اعمل كده. فشعور الانسان بعدم الاستحقاق هو اللي يخليه يعرف يعيش حياه الشكر. دين شوفوا واحد من القديسين قال ايه عن عظمة الشكر؟ قال ايه؟ حياة الشكر، الانسان اللي يعرف يشكر ربنا يكون
في مرتبة الاستشهاد. يعني اللي يعرف يشكر ربنا في كل الأوجات، ربنا يعتبره في مصاف الشهداء. وخصوصا بين قوسين الشكر في الضيقات، لما الدنيا تضيق عليا جوي واقول لربنا برضه متشكر، برضه متشكر. نبدأ في الموضوع بتاعنا. احنا اللي انا قلت لكم ده عشان احمسكم ايه عظمة الشكر. طيب لو انا انسان بشكر ربنا، ايه الصفات المفروض تكون فيا؟ يعني الترمومتر كده اللي اقيس انا بيه انسان فعلا عندي حياة الشكر ولا لا. 3 حاجات بصد جد. اول حاجة ان الشكر عندي كل حين، ده اول مقياس. لو انا انسان بشكر الله، اسأل نفسي بشكر ربنا في كل حين، يعني باستمرار. ساعات ناس كتير خصوصا الطلبة يبقى واحد في ثانوية عامة ولا بنوتة في ثانوية عامة ونفسها تدخل كلية معينة، وتطلع النتيجة صادمة للآمال، وتنزل الدموع. وليه يا رب عملت كده؟ ليه يا رب تصرفت معايا التصرف ده؟ أنا قصرت معاك في إيه؟ نقول لها طب يمكن ربنا مخبي لك حاجة حلوة. لا لا لا، ما تقوليش ربنا تاني، خلاص الموضوع انتهى. ليه؟ عشان احنا عايزين ربنا على مزاجنا، يدينا حاجات معينة كده ويدينا في أوجات معينة، لكن ربنا يحط لنا المعيار الأول للشكر. لو أنا إنسان بشكر الله من قلبي فعلا، هشكره في كل حين. شوفوا الكتاب المقدس يقول شاكرين في كل حين على كل شيء. يبقى لو أنا عرفت أشكر ربنا في كل الأوجات، أنا إنسان شاكر ربنا فعلا. حصلت قصة غريبة جدا في بلد من البلاد. ست أرملة كان عندها طفل واحد، والظروف ضيقة عليها جدا جدا. وبعدين الست دي يعني بدأت الفلوس تنقص منها تدريجيا كده لغاية ما تبقى مبلغ صغير خالص. قيمة هذا المبلغ 5 جنيهات، 5 جنيه. فالست قالت اهم زي بعضه، نشكر ربنا ان عندنا فلوس حتى لو مبلغ بسيط، لكن اشكرك يا رب عليه. فابنها قال لها يا ماما هنعمل ايه بالفلوس دي؟ قالت له الفلوس دي هنخليها نجيب بيها العيش كل يوم لغاية ما الشهر يخلص، وعندنا شوية، دي قصة حقيقية على فكرة، وعندنا شوية بطاطس كده اهو يبقى الاكل والغموز والدنيا زي الفل. نشكر ربنا على كده، احنا احسن من ناس كتير. خدت الست 5 جنيه حطتها على الطبلية عشان تاني يوم بتصحى الساعة 6 الصبح تجيب العيش. بعد ما تعشوا وصلوا لسه هيدخلوا يناموا، الباب خبط، فراح ابنها يفتح، قال لها يا ماما تعالي كلمي واحدة جارتنا بره. ازيك يا فلانة؟ الحمد لله. اخبارك؟ تمام. قصدك في خدمة؟ اموريني، ما عنديش ولا جنيه في بيتي. الست دي بسرعة كده قالت اشكرك يا رب، ده انا عندي ايه؟ 5 جنيه. 5 جنيه؟ طب انا عشمانة فيهم، تتعب تسلفهم ليه؟ قالت لها وكمان او انا في ديك الساعة
ان ربنا يبقى مديني فلوس لدرجة ان اسلف غيري، اتفضلي طبعا. اجري يا واد هات ال5 جنيه. جاب ال5 جنيه واداها لمين؟ للست. قفلوا الباب. فالواد بكل يعني انفعال كده، طب واحنا نروح فين؟ انت اديت ال5 جنيه لام فلان دي، طب واحنا؟ قالت له اشكر ربنا هيبعت لك 5 جنيه. قال لها طب بأنهي منطق ده؟ قالت له بالمنطق السماوي، وكلها ابتسامة عريضة كده. الناس دول من وطن تاني ولا من جمهورية غير اللي احنا عايشين فيها؟ دول وسطينا. الواد دخل ينام، والأم تقول القصة أنها كانت متهللة، يعني فرحانة جدا إنها عملت كده، ومبسوطة إن ربنا اداها نعمة من كتر الفلوس اللي معاها تسلف مين غير. وبعدين صحيت الصبح من النوم الساعة 5 بالظبط، قالت هو ربنا المفروض يخليني أنا بجيب العيش الساعة 6، لازم أصحى بدري شوية، أكيد ربنا إيه هيبعت. صحيت الصبح صلت وشكرت ربنا كالعادة بتاعتها. 6 إلا 5 الباب خبط، راحت فتحت. انت مين؟ انا فلانة الفلانية وحقك عليا ما تزعليش مني. ما اعرفكيش اصلا عشان ازعل مني. مين يا ست؟ قلت لها بص زي بعض، انا احكي لك القصة ده، انا طول الليل ما نمتش. قلت لها ليه؟ قلت لها عشان عندي احساس بالذنب، لان بنتي كانت في امريكا وقعدت فترة طويلة ما تخلفش، ولما ربنا اداها قالت لي يا امي تلفي على ارامل البلد كلها تديهم 50 جنيه. 50 جنيه، وانا لفيت على كل الارامل بتوع البلد ونسيتك، وامبارح افتكرتك، ومعرفش ايه اللي خلاني افتكرتك. هو ايه اللي خلاها الست دي تفتكرها؟ الشكر. لما شكرت الست دي ربنا على اللي عندها، حتى لدرجة انها استغنت عنه، ربنا بعت لها ايه؟ 50. فاتقفلت الباب وقالت لابنها صحته كده، وقالت له شفت ربنا؟ قلت له هيجيب لك 5 زي اللي اديناها له، بعت لنا ايه؟ ليست عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر. تاني حاجة، يبقى أول صفة تخلينا نؤمن أو نفهم أو نعرف إحنا بنشكر ربنا ولا لأ، نشكر على إيه؟ كل حال. 2، نشكر على كل شيء. احنا قلنا الأولى كل إيه؟ كل حين، في كل الأوقات. 2، نشكر على كل حاجة. أشكر على كل حاجة. بيتي بالطوب نشكر ربنا، اتمحر نشكر الله، خد لون نشكر ربنا، عملنا مش عارف رخام بره زي الفل. في كل شيء. بيتي في حاجة قليلة، في حاجة كتيرة، جي علينا يوم الرفاع وما عندناش لحمة، ما عندناش فراخ، اشكرك يا رب. في كل حين وفي كل شيء، على كل حاجة. كل حاجة ربنا بيديها لنا. طب لو ربنا حد من اللي في البيت اتصاب بمرض، اشكرك يا رب على كل شيء. كل حاجة. المرض اشكرك عليه. بالكم يقول الكتاب المقدس ايه؟ وكل ما عملتم، كل حاجة تعملوها بقول أو فعل، يعني بالكلام أو بالعمل، فاعملوا
الكل، كل حاجة باسم الرب شاكرين الله. يبقى أشكر على كل شيء. قصة بتقول كان في ولد شاب مش لاقي شغل، وبعدين الشاب ده من ضيقه يا عيني الشديد جدا جدا، ومن كتر لفه على المحلات وعلى الشركات ومش لاقي اي حاجة خالص، يعني ضاقت بيه الامور. من كتر اللف الحذاء بتاعه اتقطع، فبيجي شكله يعني بايخ قوي. وبعدين هو يعني اسم الصليب كده شكله جميل وحذاءه مقطع، فالحال ضاق بيه، فطلع بره كده يتمشى ويفضفض. هو مش حاسس بنفسه بس بيتكلم بصوت عالي: ليه يا رب تعمل فيا كده؟ ليه؟ معنى هنا انت مش باصص لمنظر؟ انا مش صعبان عليك بالذمه، بص حتى الحذاء بتاعي مقطع. فليجي واحد على كتفه كده بيقول له: اشكر ربنا، انت احسن من غيرك. احسن من غيري؟ لا، غيري احسن مني. في اللحظه دي عدى واحد مقعد ورجليه الاتنين مبتوره مقطوعين، فقال له: اشكر ربنا ان عندك رجلين. في واحد تاني رجلين الاتنين ايه؟ مبتورين، يتمنى يبقى عنده الرجلين بتوعك وفيهم الحذاء الايه؟ المقطوع. مش مشكلة. في كل حين ونشكر ربنا على كل شيء. رقم 3 تثبت احنا بنشكر ربنا ولا لا. قوية شوية الأيام دي. من كل شيء. مفيش حاجة مفتوحة قدامه أبدا. والنص التاني مكشر وزعلان والغضب بينط من عينيه والشرار طالع منه ومش طايق نفسه ولا طايق اللي حواليه ولا طايق حد يكلم ولا ربنا ولا لا. الفرح الدائم. يلاقوا انسان كده اللي ابتسام على وشه، يلاقوا ظروفه يعني ايه؟ اسم الصليب زي الزفت ومبسوط. ايه ده؟ السر انه يشكر الله، يحيا حياة الشكر. فلو انا بحيا مع ربنا حياة الشكر هلاقي نفسي فرحان جدا. وعشان كده ربنا اللي قال كونوا شاكرين قال لنا افرحوا كل حين. الاتنين مرتبطين ببعض. الفرح علامة الإنسان اللي بيشكر ربنا. يبقى كل واحد فينا يراجع نفسه على الثلاثة دول. أنا بشكر ربنا فعلا ولا لا؟ أدي الثلاثة دول. آخر حاجة خلاص عشان ما تزهقوش. سؤال وإجابته 4 حاجات. ليه نشكر ربنا؟ نشكر ربنا ليه؟ ايه اللي يخليني اشكر ربنا واقول له في كل يوم كده اول ما افتح عينيا: اشكرك يا رب ان انت لسه مديني عمر اتغير واتوب واكون انسان كويس وابطل اللي انا فيه. بنشكر ربنا ليه؟ رقم 1 لانه صانع الخيرات. افتكروا دايما الكلام ده:
4 كلمات هنقولهم بسرعة. لأنه صانع الخيرات. كل واحد فيكم لما يجي كده يرفع عينه الصبح وهو بيقول لربنا متشكر يا رب على الصباح الجديد اللي انت مديهولي، شكر يا رب على بيتي اللي قايم لقيته زي ما هو، على عيالي اللي نشكر ربنا انت مبعد عنهم كل مرض وكل مشكلة وكل حاجة وحشة. اشكرك يا رب لان انت صانع الخيرات. بصوا على ربنا كده وشوفوا قد ايه الخير اللي بيعمله ربنا. يقول الكتاب المقدس عن المسيح كان يجول يصنع ايه؟ هي الكلمة بالظبط، يجول يصنع خير. كل يوم الصبح نمشي ونقوم على أشغالنا وبيوتنا ومدارسنا وكل حاجة فينا، نلاقي ربنا بيلف علينا يصنع ايه؟ خيرا. بس مين بيجي في يقول لربنا متشكر يا إلهي العظيم صانع هذه الايه؟ خيرات. من عند صانع الخيرات يحول كل شيء إلى خير. أحيانا تحصل لي مشكلة، أحيانا تحصل لي أزمة، أحيانا تحصل لي اضطراب معين. ناس كتيرة اتأذت، وكانت في ناس كتيرة معتمدة على دخل معين والدخل بدأ يقل خالص والناس اتأثرت في المعيشة. والله صانع الخيرات يستطيع يحول الشرور والضيقات إلى خيرات. يوسف الصديق إنسان كده يعني لطيف ورقيق كده، لكن اتبهدل خالص. ولما وصل بعد فترة البهدلة الشديدة دي والتامة انه يبقى الرجل التاني في مصر بعد فرعون، وبعت ابوه واخواته يجوا يقعدوا معاه في مصر. لما ابوه توفى اخواته خافوا ان يوسف يعمل ايه؟ يغدر بيهم، وقال لهم بصوا بقى. وهم راحوا قالوا له كده بص يا عم يوسف ده ابوك وصاك علينا، فاكر؟ اوعى تنسى وصية ابوك، ده وصانا. قال لهم ايه؟ انتم قصدتم لي شرا والرب قصد به خيرا. به اللي هو بايه؟ بالشر. ربنا قصد بالشر اللي حصل ده ايه؟ الله صانع الخيرات. نشكر ربنا لأنه صانع ايه؟ الخيرات. رقم 2 نشكر ربنا لأنه رحوم جدا. رحوم. احنا لما بنتعامل مع بعض ساعات واحدة تقول لجوزها ايه كده شم، وتتضايق وتقول له ايه؟ حرام عليك، ده انا دايبه طول اليوم وانت مش ايه؟ مش حاسس بيا. عايز ربنا حنين جدا، رحوم جدا. وعشان كده احنا بنشكر ربنا. يجي واحد فينا يغلط غلطة قد كده ويبقى مكسوف من ربنا خالص، ويروح بيها لغاية المسيح عند أب اعترافه، يسمع صوت ربنا بيقول له ايه؟ خطاياكم لا أعود أذكرها. ايه الحنية دي؟ ده أي واحد فينا لو جي عاتب واحد هيفضل يقول انت عملت كذا وكان قصدك كذا وقلت وعملت وفلان قال لي وعلان عدلي، ونفضل نلف كده.
لكن ربنا نغلط في حقه ونرجع نتوب، يقول خطاياكم لا أعود. إيه الحنية دي؟ الحنية دي إيه الرحمة دي؟ من كام يوم صمنا صيام إيه؟ أهل نينوى. ربنا قال له روح يا يونان قول لنينوى دول توبوا، لو ما تبتوش هنقلب ايه المدينة. يونان قال له يا سلام يا رب، تأمرني أول سفينة أهرب من وشك على طول. استخبى يونان في السفينة وطار من وجه ربنا. ازاي؟ قال له انت كده بتهرب من وشي، طيب هجيبك برضه. فيؤمر ربنا الموجة والريح تعمل ايه؟ تهب، بس بايه؟ بحنية، برحمة. كان ممكن الموجة دي تغرق السفينة، لكن مع الموج اللي بيخبط ده كانت رحمة الله. ده يونان في بطن الحوت قال بصوت الحمد أذبح لك، أقدم لك يا رب ذبائح. والعطية دايما تعبير عن الشكر لربنا. يبقى يونان فهم القصة إنه لازم يشكر. إيه اللي خلاه يشكر؟ رحمة الله. مع كل يوم افتكروا الصبح أن الله صانع الخيرات، وأن الله حنون ورحيم جدا. رقم 3، الله محب البشر. ربنا اللي بنتعامل معاه ده واللي احنا مش شايفينه ولكن نشعر به وحاسين بيه وبعمله، بيحبنا جدا. وعشان كده تلاقوا الكتاب المقدس يقول لنا آية في منتهى الروعة: لأنه هكذا أحب الله العالم كله، حلوين ووحشين أيا كانوا، العالم كله بدون تمييز. وحب ربنا حتى بذل ابنه الوحيد. حضراتكم وأنا نفتكر أن الله محب البشر. لما تيجي تتعامل مع ربنا اتعامل أن ربنا بيحبك بشخصك، وبيحبك وبيحبني، بس ما بيحبش أخطأنا. ساعات نقول للعيال الصغيرين اسمع يا واد، لو عملت شجاوة ربنا ايه؟ هيزعل. عمر ما ربنا بيزعل مننا. ربنا لما يزعل علينا مش مننا. عمر ما ربنا يزعل مننا، لكن يزعل علينا. وربنا خلي بالكم كان زعلان على أهل نينوى، وقال لي يونان هو أنت مش عارف كام واحد في المدينة دي مش عارف يمينه من شماله؟ يبقى كان زعلان على مين؟ على الناس. افهموا كويس وعيشوا أن الله بيحب كل واحد فيكم. واوعوا المصطلح ده الدنيا تنسهولنا. ربنا بيحبني فعلا، ولازم أكون وأنا واقف أصلي في بيتي أو في الكنيسة شاعر بمحبة الله ليا. وأنا واقف في الكنيسة وفي بيتي بصلي رافع إيديا كده أشعر بمحبة الله ليا. أخيرا نشكر ربنا رقم 1 لأنه إيه؟ صانع الخيرات. رقم 2 لأنه رحيم وحنون جدا. رقم 3 لأنه محب البشر. رقم 4 والأخيرة لأنه ضابط الكل.
تطلع بره دايرة سلطان الله. لا إنسان ولا شيء ولا مرض ولا وباء ولا أي حاجة في الدنيا كلها، كل شيء تحت سلطان الله ضابط الكل، ضابط الدنيا كويس. ربنا اللي بنقول له متشكرين يا رب، ضابط الكل، حاطط لك مواعيد لكل حاجة. الطلبة اللي حضرتك بتطلبها أو حضرتك بتطلبيها ليها وقت عند ربنا، فلما تطلب أول ما تطلب أشكر ربنا على طول، اتنفذت ولا ما اتنفذتش، لأنه ربنا هيحجج الطلب اللي انت قلته في الوقت اللي هو شايفه، لأنه ضابط الكل. احنا مع أولادنا أحيانا ابني أو بنتي يشاوروا على حاجة والحاجة دي هتضره، إن إيه؟ مش هجيبها لك. تعمل إيه؟ تتذمر وتتمرغ في الأرض وتضرب وتزعج، مش فاهم إرادة أبوه. لكن أبويا وأبوكم ضابط الكل، حاطط ميعاد ووقت لكل حاجة. وعشان كده لما تشكروا ربنا هتحسوا بالمعنى ده، هتحسوا ان ربنا ضابط لكل شيء، لكل شيء تحت السماء وقت، ضابط الكل. وعشان كده احنا بنشكر ربنا وبنتمتع واحنا بنشكر ربنا، بنتمتع واحنا بنشكر ربنا. صدقوني ان شكر الله يخلي الانسان مستمتع بحياته، مستمتع باللي عنده، مستمتع بكل شيء. لكن الانسان اللي ما بيشكرش ربنا لو عنده الدنيا وما فيها مش هترضيه. ليه؟ لأن الشكر مرتبط جدا بأن الإنسان يكون راضي عن نفسه وراضي باللي عنده، حتى بالقليل اللي عنده. وخلي بالكم في الختام كده، الإنسان اللي ما يعرفش يشكر على القليل مستحيل يشكر على الكتير. الإنسان اللي ما يعرفش يشكر ربنا على القليل مستحيل يعرف يشكر ربنا على الكتير. هو مش متعود يحس بإحسان ربنا ليه، مش متعود على كده. قديس مارس حاجة يقول كده: الذي لا يشكر على درهم واحد، اللي ما يقولش أشكرك يا رب لو في بيته درهم واحد، يعني جنيه، يعني كاذب إن قال إنه يشكر الله على 1000 درهم. يكذب لو قال لما ربنا يديني هشكر، لا. قل أشكرك يا رب من عمق الضيق، من عمق القليل، من عمق الوقت المزنوق. اشكر ربنا في الحتة دي. ده اللي يشكر ربنا في الضيقات، قلت لكم في اول العظة انه يكون عند الله زي الايه؟ الشهداء. اشكر الله، يعني لو احنا شكرنا ربنا على خيراته لما يدينا خير فهذا وفاء لدين، كده بنوفي ايه؟ دين ربنا. اما ان نشكره على الضيقات التي يسمح لنا بها، يعني لما نشكر ربنا على الضيقة اللي سمح لنا بيها فهذا يجعله مديونا لنا. تاني،
أن نشكر الله على خيراته فهذا وفاء لدين، أما أن نشكره على الضيقات التي يسمح لنا بها فهذا يجعله مديونا لنا. كل سنة وحضراتكم طيبين، وربنا يديكم ويدين ان احنا نعيش شاكرين ربنا على كل شيء ومستمتعين بأبوة ربنا. لإلهنا المجد دائم أبديا آمين. إن الليل يزك سبتريك أيوك أقيم نفماتك يعني كاين كيسوس ونسون